أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف فرغ من الكيفية بلا عود إلى شيء منها وقد شرع في كل ما اختار الله تبارك وتعالى له أن يشرع فيه. بسم الله الرحمن الرحيم بعت مرادي بمراد الله وبمسرة رسول الله بعت مرادي بمراد الله وبمسرة رسول الله بعت مرادي بمراد الله وبمسرة رسول الله بايعت خير الخلق في البور وخاد لي فيها نور الهور سبحان من يولج في النهار الليل والإسرار في الجهاد سبحان من يولج في النهار الليل والإسرار في الجهاد مددت لله يدي سنينا وخاد للحلال والفنون مددت لله يدي سنينا وخاد للحلال والفنون إلي قاد خير حلم نافع وما ليختار من المنافع له شكوري بعد حمد خالد بررت أمي بررت والدي بررت أمي بررت والدي له ختابي حامدا وشاكرا وخاد للديور والمشاكرا له ختابي حامدا وشاكرا وخاد للديور والمشاكرا أكرمتني يا خير باق بدا يا من فلاحي وسروري أبدا هب لي كتابك العزيز أيضا زدني علما وهدى وفيضا أقصد ذكرك بلا نسيان أبو خيت كل بلا وسيان له شكوري بلا كفران يا موتي الحلال والجيران رديت عنك أنت خير المرسلين وعن رسول الله خير المرسلين
حبوتني بما يزيد بصري إلى الجنان فحياتي بشر ملكتني مكنتني في أرضك وجدت لي معرضا بفضلك أكرمتني بصلوات الخمس ورمضان حاميا هم رمس نويت شكرك إلى الجنان بذي وضع وفزت بامتنان الله يا أكرم إنك الأحد أبخيتني بقل هو الله أحد لله ربي الذي لم يلد وليس مولودا أمرت خلدي رفعني الله مقدم الصمد الرافع السماء من غير حمد حفظني من لا يريني من جهد من قدر الدارين نعم مرتهد يضر قلبي ولساني والجنان ربي بالذكر الحكيم للجنان مراد قلبي مراد الله مع مسرة رسول الله مراد قلبي مراد الله مع مسرة رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الإله قد بدأت راجا منه تعالى أن أكون ناجا سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه رجال الظلام أسأله بحق بسم الله تسخيره ليظهر الملاهي له توجهت مع الرجال اصد العدا المزحزح الأوجال لو توجهت بمن قد صبروا على العدا ومن سواه أدبروا هو الذي نصرهم وأيدا وجادوا العدا جهادا جيدا أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذو الخسران له توجهوا بالاحتساب وكرموا بعدم الحساب رضي عنهم المكرم الغفور إذ دوخوا بإذنه ذوي النفور حطى الكريم جملة الخطايا عنهم وساق لهم الخطايا من أمني من العدا بغدره فهو مبارز لأهل بدر أكرمني الله بكوني منه وليس لي في غيره من مطمع ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي أسأله وهو الرحيم أن يجيب جملة ما مني بدا فهم المجيب له تضرعي له التجاي
وأرتجي يوم قضاء حوجائي له تضرعي له التجائي وأرتجي يوم قضاء حوجائي رجوت من رب رحيم كان لي وخاد لي له وسر سان لي حوزي في الدارين ما أشاء بكونه يخلق ما يشاء يسوق للمنى بلا حساب كما له كل يضع احتساب مصليا على النبي محمد وآله وصحبه والحمد مصليا على النبي محمد وآله وصحبه والحمد الله حي صمد وباقي سبحانه ذو كنف وواقي ونحن في كنفه المنيع من كل شر وأمر شنيع مستمسكين بالغياث أحمدا خير الأنام منتهى ومبتدا من قالها في زمن الوباء أمنه الله من البلاء مد حياتي ذات ذول وسعة يا خير مخن قد وابت توسع ناجيتك اللهم فرجاي منك طوال العمر فنجاي أتي الحياة بدوام العافية حبدا خديما بالخيور الضافية وليهب ما شئت في دنياي من المنافع وفي أخراي واحرم جميع الموضيات الضر دنيا وفي القبر ويوم الحشر صل وسلم يا مؤقم على محمد ومن قد نصروا وآخرا أجلي وموتي حتى أهوز درك كل فوت وآخرا أجلي وموتي حتى أحوز درك كل فوت بسم الله الرحمن الرحيم يا كتاب الكريم أنت حبيبي وخليلي وكنت قبل طبيبي يا كتاب الكريم أنت حبيبي وخليلي وكنت قبل طبيبي أنت عزي ومفخري أنت جاهي أنت كنزي يا فخر كل لبيبي يا رسول الكريم أنت إمامي صمت فوقي وتحتي ورائي أمامي يا رسول الكريم أنت إمامي صمت فوقي تحتي ورائي أمامي يا رسول الكريم أنت إمامي صمت فوقي تحتي ورائي أمامي زاد ربي بك اللعين مهينا عن جنابي وكان يبقي حمامي زاد ربي اللعين عن كل شيء غره لي بمصطفاه همامي زاد ربي اللعين عن كل شيء خاره لي بمصطفاه همامي وجه الله
سرمدا للمقفى منه خير السلام نعم إمام. بسم الله الرحمن الرحيم. سبع تقي أبواب كل نار تجود بالدرهم والدينار تفيد كل من لها تدبر بكنز الدارين حيث اعتبر تمنع أبواب الجحيم سبها ممن تدبر وتمني نفعه تقول كل منية تفيد لكل من يهدي ويستفيد تطرد عن حارئها اللعينة بنفي هاد لم يزل معينا تجود بالحلوم والأحمال قائدة للسؤل والآمال تعين قارئا على الحاجات وتنقذ الأبناء كالزوجات تكفي العداء والجوع والوباء كما تلين من أبى إباء تزيد عقلا وترد ضررا هم يلازم وتكفي الغررا تيسر العصير تقصر الصواب في كل بائح وتهدي للصواب تقود من لازمها للخير كما تنجي من جميع الضير تفتح أبواب الجنان تكرم جناب من يقرأها فيكرم تجود بالشفاء من كل مرض كما لقارئ تجود بالغرض تدفع كيد الكائدين تمي قارئها خير جزاء وغني تكسر خيرات الديور تردي مرام أن يظلم حزب الفرد تقود من يقرأها للمنية وللعلا تخرجه مرية تلجم أفواه ذوي الإفساد وتعصم المبيح من كساد تنير قلب كل ذي صلاح تنيله الأجر مع الفلاح من يدلها لحاجة تقضى بلا شك ومن لم يدلها لن يقبل من يدلها لحاجة تقضى بلا شك ومن لم يدلها لن يقبل ومن تلاها مخلصا لوجه من أنزلها فاز بأجر وأمن ومن بها دخل في أمر فلا يكون خائبا ولا منسفلا ومن بها رام عزيزا ناله من مطلق أبد لي جماله ومن تلاها في اتباع يجري عند كريم معتق لم يحجر ومن تلاها وهو ذو اتقاء نال رضا من جاد بالبقاء
صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والحمد من جعل القرآن حين أنزل من لوي في يد روح نزل صلى وسلم عليهم الجميل وكان لي بفضله حيث أمير صلى عليهما بآل المصطفى وصحبه وكل من اصطفى صلى وسلم على الجميع خير شكور رافع سميع وأفضل الصلاة مع خير سلام عليهما كما فاد بالكلام وأفضل الصلاة مع خير سلام عليهما كما فاد بالكلام وأفضل الصلاة مع خير سلام عليهما كما فاد بالكلام وجاهد الكفار بالآيات وبالأحاديث بلا التفات لدى شديد البطش وهو المنتقم عقارب تدخ كل مجترم من لم يتب لله نصارى مصلصا فسيلاقي النار توبوا له بقل هو الله أحد لآخر السورة من ذاك العدد توبوا له بدين الإسلام دين النبي المصطفى الإمام قد انتهى بحمد ذي الجلال نظمي مصليا على الكمال وسيلتي لمالك وجنتي محمد خير البرايا جنتي نبينا صلى وسلم الإله عليه بالآل وكل من تلا نبينا صلى وسلم الإله عليه بالآل وكل من تلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدي شيخنا سيدنا محمد خادم رسول الله.